السلام عليكم يا أساطير، كيف الحال؟ أتمنى أن تكون بأفضل حال. طيب، في فيديو اليوم سنتحدث عن 5 فواكه قوية، ولكن صاحب هذه الفاكهة ضعيف أو ربما لديه اهتمامات أخرى. لذلك قبل البدء بالفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب. والآن هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. وفي المرتبة الخامسة بيبي 5. بيبي 5 هي أحد أعضاء طاقم دوفلامينغو أو عائلة دون كيهوتي، وتمتلك فاكهة الأسلحة، حيث أنها بإمكانها تغيير أي عضو من جسدها إلى سلاح أو ربما درع تحتمي به من ضربات الآخرين. ولكن تخيل أن تطلق بمسدس خالي من الهاكي. لذلك العيب الوحيد في بيبي 5 هي أنها لا تمتلك الهاكي، وأيضا بالإضافة إلى شخصيتها الزعولة والأنوثية بعض الشيء. في المرتبة الرابعة سموكر. سموكر هو أحد جنود البحرية ويمتلك فاكهة الدخان. هذه الفاكهة قوية جدا، وخاصة أنها من نوع لوجيا، حيث أنه إن كان الشخص لا يمتلك هاكي التصلب فإنه ليس بإمكانه أن يصيبك أو أن يلمسك حتى. وهذا ما حدث مع لوفي في آرك لوج تاون، إلى أن الكاتب ظلم سموكر كثيرا، حيث أن جميع شخصيات الأنمي تطورت وتعالى مستوى قوتها إلا سموكر، والذي منذ أن وضع نصب عينيه ألقاء القبض على لوفي لم تتطور قوته أبدا، وهذا ما شاهدناه عندما قام له بهزيمته بكل سهولة. فماذا لو كانت هذه الفاكهة مع شخصية أقوى من سموكر؟ هذه الفاكهة تسمح له الاختباء حتى والاختفاء. لا أدري ما الذي يفكر به الكاتب بوضع هذه الفاكهة لدى سموكر، أو ربما ما الذي يفكر به عندما قرر الحد من قوته. وفي المرتبة الثالثة القرصان الأقوى على مر العصور اليونكو التشيبوكاي. إنه أحد أعضاء طاقم روجر الذهبي، إنه الكابتن باجي. يمتلك الكابتن باجي فاكهة الانشطار، وهي أحد أقوى الفواكه في عالم ون بيس، حيث أن الكاتب أودا صرح أنه إن كان هناك شخص بإمكانه الهروب من قفص دوفلامينغو على قيد الحياة فإنه كابتن باجي، لأن فاكهته ستقطعه ثم يخرج إلى الخارج. حتى دراكولا ميهوك لا يستطيع على ذلك، إلا أن فاكهة باجي تستطيع، إلا أن هذه الفاكهة القوية ذهبت إلى كابتن باجي من سوء حظها أيضا. في المرتبة الثانية إنه جيكو موريا. لعلكم تتساءلون لماذا وضعت فاكهة باجي ثالثة وجيكو موريا ثانية؟ سأخبركم عن السبب. في البداية فإن جيكو موريا هو تشيبوكاي السابق، وقد هزم على يد مونكي دي لوفي في جزيرة سريلار بارك. وجيكو يمتلك فاكهة الظلال، حيث أنه بإمكانه سحب ظلك وإعطاه إلى جثة أخرى بإمكانها أن تعيد إليها الحياة، ولكن كخادم لدى جيكو موريا. تخيل أن تجمع جثمان إيس، اللحية البيضاء، روجر، شيكي، روكس ديزي بيك، أي من هذه الشخصيات التي ماتت والتي لا تزال على قيد الحياة، ومن ثم تعطيها أحد الظلال وتصبح تخدم لديك. ما الذي قد تفعله بالعالم الجديد؟ جيكو قادر على أن يصنع جيشا كاملا من الزومبي ومن أي الشخصيات التي وفتها المنية يريد. ولكن بالله عليكم، ما الذي قد حصل لجيكو موريا عند تيتش؟ لقد أصبح خاضعا وضيع، لذلك هو سيء جدا. وفي المرتبة الأولى شوغر من طاقم دوفلامينغو أيضا. أنا آسف لم أستطع الحصول على أي فيديو لهذه الشخصية، لذلك سأرفق صورة ليس إلا. حسنا، تمتلك شوغر فاكهة الهواية، وقد كانت من أكثر المؤثرين في أريك آراباستا أو في أريك ديريس روزا، حيث أن الجيش الذي كان يعمل لدى دوفلامينغو أغلبه من الدمى، وأغلبه من الذين قد صنعتهم شوغر. تخيل لو كانت هذه الفاكهة لدى لوفي، وعند وصوله إلى وانو صافح كايدو، ومن ثم تحول كايدو إلى دمية. طبعا هو مجرد توقع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، لذلك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم جميعا. في الفيديو القادم سنتحدث عن فواكه ضعيفة ولكن مستخدم قوي. إن أردتم الفيديو لا تنسوا وضع رأيكم في الكومنت.